السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم قناه اكله بسيطه في مطبخي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقه بسكوت النشادر، طريقه حلوه جدا. سهله، ما فيهاش اي حاجه، مكوناتها كمان بسيطه. عملت معاكم بسكوت جوز الهند، وقلت لكم هعمل معاكم بسكوت النشادر. ان شاء الله النهارده هنعمله مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا بقى المقادير بتاعتي. معايا كيلو من الدقيق، عليه ذره من الملح، ومعايا 4 بيضات، بيض عادي عليه الفانيليا طبعا عشان الزفاره، ومعايا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من السمنه الزبده، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، ودي المعلقه اللي بعاير بيها. تمام. وكمان معايا معلقه كبيره من النشادر بس ممسوحه زي ما انتم شايفين كده، بعد ما كيلتها مسحتها من فوق خالص. اول حاجة بقى هنزل السمنة مع السكر واضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما الخليط بتاعي هيصبح كريمي. طبعا اللون بتاعه هيبقى كريمي، وكمان الشكل زي ما اتفقنا في البيتي فور والغريبة والبسكوت التاني بيصبح نفس الكلام. طبعا يا جماعة انا بضرب السكر بالسمنة الاول بره كده يدوي، تمام، قبل ما اشغل المضرب علشان ما يعمليش عفارة جامدة، وبعد كده ببدأ اشغله واضرب بقى. بصوا الخليط بدأ يكتر معايا وبدأ يغير اللون بتاعه، ولسه هيغيره اكتر كمان. بصوا الخليط بقى لونه فاتح ازاي، كريمي خالص. هبدأ بقى انزل بيضة بيضة واضربها. وكمان الاحسن ان انتي تفضي البيض بره في اي طبق او في اي حاجة عندك، علشان لو في بيضة مش كويسة يعني بايظة او حاجة، يبقى انتي اختبرتيها بره قبل ما تحطيها وتبوظي الخليط بتاعك. تمام. هقعد بقى ايه اضرب في البيض لحد ما يختفي معايا. هو مش بياخد معاكي وقت كبير، يعني انت ضربتين كده ولا حاجة وبيتشرب يعني وبيختفي خالص. وجماعة معلش لو في صوت عالي في الفيديو، عربيات وكده، بس والله صوت العربيات بيبقى فظيع يعني، فبحاول على قد ما اقدر اقفل الشبابيك وكده، بس هو بيبقى صعب شوية، معلش انا اسفة. بصوا كده ضربت البيض كويس، بعدين معايا الدقيق والبيكنج باودر. هنزل كده البيكنج باودر على الدقيق واقلبهم، وبعدين انزل بالدقيق شوية شوية. طبعا زي برضو ما عملنا قبل كده مع بعض كذا مرة، بننزل الدقيق في اي حاجة شوية شوية علشان لو ما احتاجتش الكمية كلها. طبعا لازم ايدك بتتحط في قلب الخليط علشان تشوفي العجينة ملمسها ايه وهتوصل لايه ومحتاجة ايه معاكي بالظبط. طبعا برضو انا الفيديو يمكن نزل بعيد عن الفيديوهات التانية شوية، بس انتوا عارفين بقى التنفيذ والعزومات والدنيا ديت، فدي حاجة اخرتني، معلش انا اسفة والله. كده انا نزلت الكيلو من الدقيق كله، ما تبقاش منه حاجة. طبعا هتقولي لي ايه ده، العجينة نشفت معاكي؟ لا، احنا لسه هنحط عليها لبن فهتطرى معايا تاني. بصوا ناشفة كده شوية اهي. تمام. بصوا بقى معايا ربع كوباية من اللبن. اللبن دافي. تمام، لازم نأكد على المعلومة، اللبن دافي مش سخن. هنحط عليه معلقة النشادر ونقلبها. بصوا هتفور معايا ازاي وبتعلى شوية. بعد كده هبدأ انزلها على العجين بتاعي وادعك فيها كويس قوي. طبعا دي هتطريلي العجينة تاني معايا وهتصبح بالملمس اللي انا عايزاه. يعني ما تقلقيش خالص لو هي نشفت معاكي، لا هي هترجع تاني دلوقتي تطرى وهتبقى كويسة قوي. هدعك بقى فيها كويس لحد ما اللبن يختفي معايا خالص، وما يبقاش في حاجة موجودة كده في الكروانة من اللبن او اي عجين او اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده وصلت للملمس الكويس بتاعي، شايفينه؟ ما بقتش ناشفة، لا اللبن طراها وبقت كويسة. هنروح بقى لايه، للمكنة بتاعتنا ونعمل البسكوت الحلو.
طبعا احنا استخدمنا مع بعض المكنه في بسكوت جوز الهند. فهنعمل بقى برضو في النشادر. وده يا جماعه المقادير ديت او الخليط دوت عموما بتاع المكنه، هو وبسكوت جوز الهند غير الكيس. تمام، عشان دي مش طريقه عجينه الكيس خالص. وكمان عايزه اقولك على حاجه، لو انت عايزه تطلعي البسكوت كله مقاس واحد هتطلعيه على مقاس الاربع صوابع بتوعك، هيطلع كله مقاس واحد وشكله حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده طلعت كله مقاس واحد، على قد ما اقدر، على قد الاربع صوابع، علشان يطلع المنظر معايا حلو ويطلع في النهايه كده. هدخله الفرن بقى، واول ما يطلع هوريهولكم. اول ما خرج من الفرن خليته يهدى شويه، بعد كده رصيته الرصه الحلوه اللي انتوا شايفينها. طبعا طلع مقرمش وهش وريحته تحفه جدا جدا جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان انا بعمل في مقادير بسيطه علشان خاطر الناس اللي لسه بتبتدئ معايا. فحرام ان انا اعمل لها في كيلوات كتير تحتار وما تعرفش تعمل ايه. طبعا انتي عايزه تزودي بتضعفي المقادير وبتعمليها عادي، ما فيهاش اي حاجه. شايفين بقى كسرت واحده كده، قلت ايه اوريها لكم، طبعا من ورا الكاميرا بلقط منه. تمام. حابه بقى في نهايه الفيديو اشكر امي على كل حاجه بتعملها معانا، هي اللي علمتنا وهي اللي بتقف جنبنا لحد دلوقتي في كل كبيره وصغيره بجد. طبعا ربنا يخليها لينا ويطول لنا في عمرها هي وبابا يا رب. كل الطرق يا جماعه اللي انا بعملها بطريقه ماما، مش هقدر اقول بطريقه اي حد ولا بمساعده اي حد غير هي امي وبس. تمام، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.